عندما نتحدث عن نصير مزراوي، فنحن لا نتحدث فقط عن لاعب كرة قدم، بل عن شخصية مختلفة تماماً. هذا لاعب وصل إلى بايرن ميونخ، أحد أكبر أندية العالم، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد ولعب في أكثر من مركز، وأثبت جودته في كل مرة. لكن ما يجعل الجماهير المغربية تحبه ليس مستواه فقط، بل شخصيته أيضاً. في زمن أصبح فيه الكثير من اللاعبين يبحثون عن الشهرة والأضواء، ظل مزراوي هادئاً، محترفاً، ومركزاً على أهدافه وقناعاته. كما أن اللاعب لمح في أكثر من مناسبة إلى أن لديه طموحات تتجاوز كرة القدم، وأنه يرغب مستقبلاً في التفرغ لأمور دينية وحفظ القرآن الكريم. تخيلوا لاعباً وصل إلى هذا المستوى العالمي، ومع ذلك يرى أن هناك أموراً أهم من الشهرة والمال وكرة القدم. أما داخل الملعب فالجميع يعرف قيمته، سريع، ذكي، قادر على الدفاع والهجوم، ويستطيع اللعب في عدة مراكز بنفس الجودة. ولهذا أقول دائماً إن نصير مزراوي ليس مجرد لاعب موهوب، بل نموذج للاعب المحترف صاحب المبادئ. لذلك إذا كانت هذه بالفعل من آخر البطولات الكبيرة التي سنشاهد فيها مزراوي بقميص المنتخب المغربي، فعلينا أن نستمتع بكل دقيقة يقدمها داخل الملعب، لأن لاعبين بهذه العقلية وبهذه الجودة وبهذه الشخصية لا يتكررون كثيراً. إنه نصير مزراوي، أحد أكثر اللاعبين احتراماً في تاريخ الكرة المغربية الحديثة.